ملاك من الشرقية، بنت فلاحة بملامح أوروبية، بتعجن وتخبز وبتدير أرض أبوها. مهرها 5 بهايم وفدان، وبتصرف 500 ألف جنيه في الشهر. جيجي بنت ال 22 سنة قلبت السوشيال ميديا من وقت ما ظهرت. حكايتها حكاية، وده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. جيهان محمد، أو زي ما بتحب تنادي نفسها على السوشيال ميديا جيجي، واحدة من أحلى البنات اللي ممكن تشوفها في مصر. فلاحة أصيلة من الشرقية، جمالها مش عادي، في لمسة أوروبية في ملامحها، وده اللي خلى الناس كلها تتفاجئ لما شافوها. البنت شاطرة جدا في كل حاجة، من العجن والخبز لحد إدارة أرض أبوها. في فيديو انتشر على السوشيال ميديا، جيجي كانت طالعة بتفاصل مع بعض الناس على حزمة برسيم. الناس اتفاجئت بجمالها، واللي شافها ما كانش مصدق إنها مصرية. البعض افتكر الصورة ذكاء اصطناعي، بس فعلا البنت عندها ستايل وطلة مختلفة، وأصيلة جدا ومعتزة جدا بأرض أبوها، وبتحب جذورها جدا. عمرها ما هتسيب الأرض اللي اتربت فيها. جيجي عندها 22 سنة ولسه بتدرس، وعندها طموحات كبيرة. بتحلم تبقى نجمة إعلانات وتحقق نفسها بعيدة عن أي حد، لكن بالرغم من حلمها في الشهرة قلبها لسه متعلق بأصولها وبعيلتها. بتحب باباها جدا، ودايما بتقول إنها نفسها لما تتجوز الراجل يبقى زي أبوها بالظبط، جدع يحافظ عليها ويخلي باله من بشرتها وجمالها، ويكون راعي ربنا في كل تصرفاته معاها. غير جمالها وطبيعتها البسيطة، جيجي بنت متعلمة وعندها شهادة كبيرة، وده بيخليها مميزة عن أي بنت تانية في سنها. عندها وعي وإدراك بحياتها، وبتصرف حوالي 500 ألف جنيه في الشهر على نفسها، وده كله بيأكد إنها بنت مسؤولة وبتعرف تدير حياتها كويس. اللي بيخلي قصتها مختلفة كمان هو إن جمالها مش بس في الشكل، لكن في الروح. شخصية مرحة وطيبة، وبتعرف تتعامل مع كل الناس بلطف. وهي أصيلة جدا، مهتمة بأرض أبوها وحياة الفلاحة التقليدية، وفي نفس الوقت عايزة تطلع لحياة أحسن، تحقق ذاتها وتثبت نفسها. الناس كلها اتعلقت بيها من أول فيديو اتشاف ليها، وكل اللي شافها اتمنى يعرفها عن قرب. بالرغم من إنها شابة جدا ولسه في بداية حياتها، جيجي عندها وعي كبير بمستقبلها، وعايزة الراجل اللي يتجوزها يبقى قوي وأمين، يحافظ عليها ويحبها زي ما هي بتحب باباها. هي مش بس عايزة حد يكون جذاب، لكن عايزة حد يكون فاهمها ويحافظ على جمالها وطيبة قلبها. الناس على السوشيال ميديا دلوقتي مش مصدقة جمالها وملامحها الأوروبية، وده خلى اسمها ترند سريع، وكل يوم الناس بتتكلم عنها أكتر وأكتر. هي مثال للبنت المصرية الأصيلة اللي جمعت بين جمال الطبيعة والذكاء والطموح وحب الأرض والجذور. جيجي مش بس جميلة، دي كمان بنت بتعرف قيمة الحياة وبتحافظ على كل حاجة حواليها بحب واهتمام. في النهاية قصة جيجي محمد مش بس عن جمال أو ثروة، لكن عن بنت مصرية أصيلة شاطرة متعلمة ومهتمة بعيلتها وأرضها. قصة بتوري قد إيه الفلاحة المصرية ممكن تكون موديل نجاح في الحياة، تجمع بين الجمال، الذكاء والمسؤولية. وكل اللي بيشوفها أو يسمع عنها بيتمنى يشوفها عن قرب ويعرفها أكتر، لأنها فعلا واحدة من البنات اللي تستاهل كل حب وتقدير.